هنا كنت شغال مع واحد كده، كنت باخد 200 جنيه في اليوم، بس هو دلوقتي انا ربنا يصلح حاله مش عايز حد يشتغل معايا يعني. فهو انت مش الفرح امتى اصلا؟ الفرح بكره. فرح بكره؟ اللي حبيت تشتغل معايا يعني عادي لو اشتغلت معاك. تعالى يا عم اعلمك يا عم واشتغل عادي، مفيش فيها مشكله ما تشتغل. بس هي برضه الفكره، احنا برضه كده مش هنحل المشكله. انا عايز بس لو اعمله او يا سيدي انا هتصرف لك في بنطلون دلوقتي من محل جنبنا، هيشتري لك بنطلون دلوقتي ونخصمه من مرتبك. عادي يعني، مش اي مشكله. لا عادي يا عم، مش اي مشكله يا عم، نخصم لك يا عم من مرتبك يا عم. خلاص ماشي. نحسبها لك يوميات ونخصمها من مرتبك. انت لو عايز اشتغل من دلوقتي معاك اي حاجه، ممكن اشتغل معاك من دلوقتي عادي يعني، ممكن اعمل اي حاجه. انت بتعرف تعمل ايه طيب؟ اي لحد حاجه. ما تتعلم، بس انت كده ما عندكش فكره عن المهنه. اه فلحد ما تتعلم انت تعرف تركب زراير. ممكن اعرف اركب صغير عادي. خلاص ماشي، تعالى يا عم اجيب لك حاجه تقعد تشتغل فيها دلوقتي، نحسب لك يوميه النهارده، ما دام الفرح بكره نحسب لك بدل ما تيجي النهارده نص يوم احسبها لك يوميه كامله. كان بجد والله. يوميتك كده يا عم، انت بتقول 200 جنيه يا عم، احسب لك يوميتك 200 جنيه زي التاني. وبدل ما تاخد اليوميه النهارده هنديهم عربون للراجل، وبعد الفرح تشتغل يوميه تانية نكمل حق البنطلون. ربنا يخليك، مش عارف اقول لك ايه. انا عايز اقول لك على حاجه. طيب اتفضل. انا عايزك تبص كده هنا. لا بص هنا، في موبايل طالع من الشنطه هنا اهو. شفت انا كل ده كنت بصور معاك تجربتك معايا. انت بجد طلعت شخص محترم جدا. سلام. بص انت بجد طلعت حد محترم جدا. عايزك تقول للناس كلها عنوانك عشان برضه كل اللي بيتفرج علينا يجي لك. انا موجود في المنصوره، لو جاي من كليه اداب على نصيتي من اداب بشركه فودافون، لو جاي من النخله انا على نصيتي من النخله اسلامنا موبيليا. تمام. اسمك ايه بقى؟ معاك محمد يوسف، مشهور باسم ابو حبيب الترزي، محل ترزي بيت الازياء. ماشي يا ابو حبيبي، ما تفهمش منك على الموقف الجميل ده. معلش انا اسف ان انا عطلت. لا ولا يهمك يا مدير، شرفتني ونورتني. خد بقى البنطلون تاني. خلاص خلاص كده. ماشي يا حبيبي.